ما تيجي ناخد جوله كده في المواقع بتاعتنا كلها. هنحاول نعمل ده ان شاء الله، يعني معرفش هقدر ولا لا، بس هنحاول مع بعض كده ونجرب نمر على كل المواقع في يوم واحد ونشوف بنشتغل ازاي ونشوف الرجاله بيعملوا ايه وفي اي بند. يلا بينا. السلام عليكم. وصلنا العبور، شايف العبور دلوقتي. احنا طبعا تعالى بسرعه كده. طبعا ده اللوح اهي، الله ينور. طبعا الراجل هنا بيدي ماده على الحيطه وعكس الاتجاه في البلاطه. خلاص تعالى بقى نبص على الحمام بسرعه كده واحنا شغالين. هنلاقي هنا كل حاجه متقسطه، اللحام هنا في نص الجنب. تعالى هنا كده هتلاقي هنا برده نفس الكلام، بلاطه كبيره وغلاقه ايه صغيره. نفس الكلام هنا. تعالى كده في الشاور، البلاطه برده متوسطنه في قلب الايه، في قلب صندوق الدفء. وده طبعا مكان الشاور. لسه هنعمل هنا الخوارنقات وهنطلع طبعا اماكن الاضاءه. عم احمد بالله عليك ما تنساش، هنسيب سنتي من جوه الحيطه خلاص، وبعد كده عشان نقطع البروفايل ليد اللي هو ايه 1.7. ماشي مدير. ومعلش هنتاكد ان الخرطوم ده متسلك على السقف فوق. تمام خلاص، ما يكونش حد خاسف ولا حاجه. هنا هنلاقي التقسيط في الارضيه. هنا طبعا كل حاجه متقسطه، البرده اللي في النص سليم، الارضيه هندسه، البرده اللي في النص هنا سليم. هنلاقي هنا في غلاء وهنا في غلاء. نفس الكلام هنا الناحيه الثانيه برده، البرده اللي في النص سليم وهنا في غلاء وهنا في ايه غلاء. طبعا احنا لسه ما سقيناش خلاص. طبعا الكلام ده كله موزون بالملي، بلاطه بلاطه، مفيش حاجه اسمها هاجي واكسر. المطبخ مثلا، المطبخ هنا حرف ال كده خلاص، المطبخ هنا حرف ال. طيب ليه هنا في غلاقه صغيره يا هندسه؟ انت دايما بتقسط البلاط. هقول لك عشان هنا في ثلاجه، هنا في ثلاجه، فده هيكون ورا الثلاجه كده كده، ومعانا اليونت اللي فوق الثلاجه، فالكلام ده كله مش هيبقى باين. فانا مش هستفاد حاجه لما اقعد اقسط شغلي وداري حاجات اصلا حاجات مش هتبان خلاص. لا، نوفر للعميل في الحاله دي. طب نقطه كمان مهمه قوي، ليه العميل هنا طلب سيراميك؟ لان احنا معانا هنا في المطبخ ده، المطبخ مساحته مش كبيره قوي، هو حرف ال بس، فبالتالي اللي متشاف اكتر من اللي متداري. السلام عليكم. وصلنا مدينه نصر بس متاخر شويه. طبعا الناس خلصوا ومشيوا، لكن احنا سريعا هنبص على اللي هم عملوه. طبعا تعالى هنا كده. هنا كان عندنا كاميرا، فالكاميرا دي طبعا احنا خدناها دوران زي ما انتم شايفين هنا كده، وبتلف معايا وطالعه خلاص. وهنا في بيت ستاره طبعا ببيت نور زي ما احنا بنعمل. ده سيمنت بورد. ده طبعا دي كانت بلكونه في الاول، وسعناها ودخلناها، وعشان ما نحسسش العميل برضو ان الليفنج عنده يعني مش لطيف. وطبعا السيمنت بورد برضو معمول له طبعا من الاول كويس جدا، ناعم، واخد معجون جوه وبره، بحيث ان احنا كمان بعد ما هنشطبه كمان من بره عشان تبقى العماره كلها ولا كأن عملنا تعديل ولا اي حاجه خالص. تمام. طبعا السقف زي ما احنا شايفين ابسط ما يكون، ما فيهوش تفاصيل كتير. طبعا الشادو جاب الجميله، ناخد بالنا من شويه تفاصيل هنا كده. الاند بيد، الكورنر بيد هنا برده نفس الكلام. هنا برده الشادو جاب يعني الى حد ما شويه تفاصيل صغيره لكن بتفرق معانا. هنا الفلات برده نفس القصه، يعني الشقه ابسط ما يكون، ما فيهاش تفاصيل كتير، لكن بنحاول نعمل حاجه مظبوط. نخش على الموقع اللي بعده. هنروح فين؟ نروح بقى اكتوبر. يلا. وصلنا الحمد لله الفيلا هنا في نفس الجوله اللي اليوم احنا قلنا فيه. الفيلا دي فيها شويه مميزات. طبعا هي دي الجاردن بتاعتها. هنا ان شاء الله هيكون في نافوره، هنا في نافوره، وهنا الجزء ده كده هيبقى لاندسكيب، وهنا لاندسكيب برضو خلاص. وهنا في ممشى، والجزء ده هنا كده هيكون في ان شاء الله برجوله حلوه جدا ان شاء الله. والجزء ده هيتعمل طبعا دي اماكن العدادات، وهيتوزع هنا مطبخ بطريقه معينه. الكلام ده يظهر معاكم في 3 دي ان شاء الله، يبقى تصميم محترم جدا احنا شغالين فيه. نخش جوه بقى الفيلا يلا. طبعا احنا هنا في مرحله هنركب الارضيات. هنا في الفيلا خلصنا الجبسن بورد زي ما احنا شايفين كده. الديزاين الحمد لله بسيط. توزيع الاناره هو اهم حاجه بنعمل عشان الجبسن بورد. طبعا الارضيه كلها متمحره علشان ان شاء الله هيتعمل بورسلين هنا 60 في 180، وده هنا هيكون في قطوع علشان اماكن التلفزيون. تعالوا بسرعه نطلع نشوف هما بيعملوا ايه ونستلم منهم الشغل. طبعا طلعنا فوق اهو، يلا بينا نشوف الوضع عامل ازاي. هنخش هنا الحمام والمطبخ الاول. احنا الحمام هنقسطه، او تعالي كده. طبعا هنا الحوائط معانا يعني ما شاء الله متقسطه، بلاط سليم، بلاط سليم، غلاقه كبيره اكبر من نص البلاطه. نفس الكلام هنا برضو
بلاطات كلها كبيره، كل حاجه معمول لها شوب درون، كل حاجه مظبوطه. تعالوا نطمن على الشغل ونشوف الناس عملت ايه. انت النهارده شغال في ايه يا حاج هشام؟ مطبخ؟ اللهم بارك ما شاء الله. طبعا هنجيب البورسلين كده، طبعا كله كليبسات، وطبعا الارضيه متمحره، فاحنا شغالين بماده خلاص ومستلمينها بالملي. تعالى كده نشيك عليها. ما شاء الله اللهم بارك. كل الاسبان ده بنتكلم في ملي، فلا شغل محترم جدا. طبعا هنجيب الموازين وهنستلم دلوقتي. طبعا المهندس موجود بيستلم بلاطه بلاطه، بس برضو خلينا تعالى كده بص على الميزان بتاع البلاطه هنا ما شاء الله يعني. ماشي، عايزين بقى ناخد حاجه كده ايه، حطوا لي كده في كذا مكان كده. ايوه طبعا هو البورسلين كله متغطي بكراتين زي ما احنا شايفين، لحين ما نخلص بند الارضيات خالص، ونبدا بعد كده ان شاء الله ندخل في مرحله ان احنا بنغطيه بعد كده بمشمع وخيش وجبس ان شاء الله. دي المرحله اللي جايه. طيب دلوقتي احنا في الغرف، والغرف كلها اتش دي اف، فطبعا بنعملها سيراميك الاول. طبعا هنا معلش يا حاج هشام لو في معاك ميزان صغير ماشي مش مشكله. هنلاحظ هنا في فرق سنتي بين الارضيه دي والارضيه دي، اللي هو قيمه الايه؟ قيمه الاتش دي اف. تعالى بقى نخش جوه كده. طبعا ده الدريسنج روم خلاص، وده الحمام. طبعا هناخد بالنا من شويه التفاصيل دي. الشطف طبعا ده لسه هيتشطب كمان ونتعمل له سكوتشات، هتبقى حاجه محترمه جدا ان شاء الله. برده خلاص هي احنا عرفنا مش هنقعد نتكلم كتير. الشغل كله محترم، كل حاجه معمول حسابها من البدايه، كل حاجه متقسطه. اللحام هنا في النص، هنا بلاطه كامله، هنا بلاطه كامله، كل حاجه معمول حسابها من البدايه. طبعا هنا الميول محترمه برده. الموقع اللي بعده، تعالوا 3 شقق دول مع بعض في دور واحد. تعالى كده، هنا في 3 شقق، شقه 2 3 والثلاثه في دور واحد. دي الشقه الاولى اهي. طبعا احنا شغالين لسه في التاسيس، مبقجين الشغل خلاص. طبعا المهندس برده موجود هنا معاهم بيتابع معاهم الترتيبات كلها. هنا ده مكان الحوض اهو، ده مكان الحوض، ده مكان الشاور. طبعا البانيه هنا لسه هترد شويه. هنا مكان القعده، وده مكان السخان. طيب طبعا الشقه كلها متبقجه زي ما احنا شايفين، عليها البؤج، وطبعا كانت متأكسه. في فيديوهات هنبقى ننزل تفاصيلها كمان بعد ما نخلص. نخش على الشقه اللي بعدها بسرعه نشوف ايه اللي بيتم فيها. المفروض ان في بنايين جوه عشان في بؤج قد كده، فالمفروض ان احنا هنبنيها، وطبعا هنعمل طرف رباط وحاجه كده. تعالى نشوف عملوا ايه. طبعا بعد ما احنا بنينا البؤجه الكبيره دي، تعالى كده بص، هو ده بس اللي باقي ايه للطرطشه والايه والمجو. فطبعا ده كلام محترم جدا. نخش على اللي بعده. طبعا الشقه هنا ده كان ريسبشن، دي غرفه، ده حمام. طبعا الحمام ده اتعزل، المفروض انا متابع معاهم اول باول. الحمام ده المفروض ان هو اتعزل، وبرده نفس القصه، في حوض وشاور وتويلت، بس هنا الدنيا مضلمه شويه. معانا هنا الغرف، دي غرفه اطفال ودي غرفه الماستر. طبعا هنا التكييف عالي شويه، هو والصرف والضغط والتكييف، لان هنا مش هيبقى فيه جيبسن بورد. جيبسن بورد واقف لحد هنا كده، هبقى اوريها لكم برده في الديزاين. فالفكره كلها باختصار ان كل حاجه معمول حسابها في رسومات، في شوب دروينج، كل حاجه مدروسه، كل حاجه معموله بفضل الله بحب ومعموله بتفاصيل. نخش على الشقه الثالثه. احنا هنا طبعا شغالين اهو في بند العزل، وحاليا اهو بنختبره في الشقه الثالثه. تعالى كده اهو، شغالين اهو في العزل اهو. طبعا ده بنسيبه 48 ساعه، وهو معزول سيكا 107 خلاص. وفي حمامات معزوله سمارت على حسب، يعني في شقق معزوله سمارت وفي شقق معزوله 107. وطبعا هو نفس الكلام، احنا شغلنا واحد ما بيتغيرش، كل الشقق متأكسه. ده الريسبشن اهو. طبعا الريسبشن هنا في مكان قاعده، هنا في مكان سفره، كل حاجه متوزعه مظبوط. انا النهارده الجوله دي الهدف منها ان احنا نتابع التنفيذ. طبعا انا مش بقدر اعمل الجوله دي يوميا، لكن بعملها يوم ويوم. يعني باخد 3 شقق النهارده مثلا، لو في فيلا بكره باخدها بكره معاها شقه، لكن ان انا يوميا الف، انا اول مره اجرب الموضوع ده. فبس الموضوع ممتع والله، هو متعب بس ممتع. وصلنا طبعا اخر موقع في زايد هنا، وكان المايك فصل هنا. بقى كنت انا بسلم على الناس اهو،
دخلنا يعني خلينا نتكلم في شويه تفاصيل كده كنت انا بتكلم فيها. كنت بقول ان هنا الشغل كله فلات في الريسبشن ده. طبعا تقسيط الجبسن بورد في الفلات احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، بيبقى السيهات على 60 والاوميجات على 60. وطبعا هنا الصاج كنوف 4/10. على قد ما بنقدر بنحاول نستخدم الصاج كنوف. بنستخدم الصاج المحلي بورال او سفنكس او هامر او الحاجات دي لما بيكون في بنوهات حاجات خفيفه. ممكن في الفلات لو الميزانيه بتاعه العميل اقل مفيش مشكله. طبعا بعد كده دخلنا على المطبخ. هنا برضو كنا بنقول ان هو فلات. طبعا في داير ما يدور شادو جاب، وفي معايا اماكن البلورات طبعا مفتوحه. بعد كده دخلنا على غرفه الولد. غرفه الولد هي طبعا مطابقه للتصميم بالظبط خلاص زي ما احنا شايفين. الشقه طبعا مفروشه كرتون عشان نحافظ على البورسلين والارضيات. بعد كده غرفه البنت برده نفس الديزاين بالظبط. وبعد كده نخش غرفه الماستر. دريسنج طبعا كان لسه ما اتعملش، فكنت ببص كده على الماستر برده نفس الكلام، هو نفس الديزاين بالظبط. طبعا لسه ما اتفتحش البروفايل ليد، لسه يتفتح ان شاء الله. طيب نتكلم عن شويه حاجات كده زي ما قلنا ليها علاقه بان المهندس اللي موجود مرحليا بيستلم منهم مرحليا خطوه خطوه. بيخلصوا الاتياش وطبعا مرحله التيش والسي والاوميجا بيستلم منهم بميزان الليزر وكمان ميزان الميه برده خلاص. طبعا الطرقه برده كانت لسه ما خلصتش والريسبشن، يبقى كده كان ناقصنا هنا ما شاء الله هم كانوا خلصوا الشقه فيما عدا ريسبشن والدريسنج بالطرقه. طيب هنا كنت انا بظبط معاهم شويه ابعاد ليها علاقه بالديزاين نفسه، هيظهر قدامكم برده دلوقتي ان شاء الله. هو هنا الديزاين كله تراك لايت ماجنتيك تراك، ما فيش سبوت لايت خالص. فكنت باكد معاهم على شويه حاجات ليها علاقه بتوزيع الاضاءه واماكن التراكات فين والكلام ده كله. هم مركزين معايا ما شاء الله خلاص. ارجو يكون اليوم لطيف. طبعا احنا بنشرح وباكد معاهم من غير ما نجور على المهندس الموجود تبعنا يعني تبع المكتب. هو طبعا بيستلم منهم زي ما قلنا مرحليا ويوجههم اول باول. طيب خلينا نقول ان اليوم النهارده كان جميل. ما اعرفش انتم مستمتعين معانا ولا لا. يومكم جميل ان شاء الله، وارجو يكون فيديو لطيف خفيف كده. وطبعا طويل شويه بس ان شاء الله يكون خفيف عليكم. يومكم جميل وتكونوا ان شاء الله جزء من شغلنا، ونعمل مع بعض احسن شغل تشطيب نهتم فيه بالتفاصيل ونهتم فيه بجوده الخامات والمصنعيات، وتكون عمليه الاشراف مش بس اشراف فني لكنها عمليه اداريه كامله لكل جنيه، وتكون متوجهه صح ونكون امنا عليها، وتكون على علم بكل حاجه بتتصرف راحت فين ومين خد ايه بكل التفاصيل بكل حاجه. يومكم جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.